السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير والله. النهاردة معانا حلقة جميلة متميزة مع سمكة الهمبوكة او اللمبوكة. يلا بينا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونسمي بسم الله ونخش ونشاهد الحلقة وجمالها واللي فيها كله من اسرار وتكات. وطبعا انا عملت الرز دوت من ورا الكاميرا، والسلطة برضو الجميلة البلدي دي، وديت سمكة اللمبوكة الجميلة البحاري ديت. يلا بينا ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل حلقة جميلة متميزة ونوع من انواع السمك البحاري. وتعالوا يلا بينا نشوف انواع السمكة اللي معانا اسمها ايه. دي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نوع السمكة دي اسمها همبوكة، في ناس بيقولوا عليها لمبوكة برضو. هنتعامل معاهم النهارده زي اي نوع سمك عادي، هنقصها وهننضفها. وجهزنا التوابل بتاعتنا اهي معاكم. فلفل حراق، توم، كزبره على بقدونس، وادي الملح التوابل والليمون. يلا بينا نسمع رسول ونشتغل ونشوف هنبدأ حلقتنا ازاي. نسمي بسم الله كده. هنبدأ نص السمكة كده معانا. فرشنا مفرش اهو معاكم يا حبايبي على الرخام عشان نشتغل براحتنا كده. وهنبدأ نتعامل مع السمكية. بسم الله الرحمن الرحيم. نقصها كده من كل ناحية عشان ما اطولش الفيديو. هنروح نقصها ونخلص تنظيفها واوريكم قلبها من جوه. شايفين يا حبايبي؟ بسم الله ما شاء الله، القلب بتاعها من جوه اهو، واحنا بنتعامل معاها وبنفتحها. ما شاء الله حاجه كده جميله، عامله زي الزبده. تقولوا لحمه ضاني، الله اكبر على جمالها. ولا فيها سمار ولا فيها اي حاجه. هنروح نكمل تنظيف وتقطيع السمكيه، وبعد كده نرجع لحضراتكم نعمل التتبيله ونشوف هنتبلها ازاي. اهو يا حبايبي بنبدا نشتغل فيها تحت الميه بعد ما قصيناها وبنغسلها زي الفل اهي. هنبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنقطعها كده اهو بالطريقه دي معاكم، جزل جزل كده. وهنا يا حبايبي بعد ما قطعنا السمكيه اهوت هنبدا نحطها هنا بالمنظر ده زي ما انتم شايفين. طبعا دي راس حرام مش هتترمي عشان مليانه لحمه ما شاء الله. انا بعشق الراس بتاعت السمك بصراحه. وهننزل هنا بسم الله الرحمن الرحيم. هنرش ملح وهنعصر عليها ليمونه كده بالمنظر ده علشان انقع السمكيه بتاعتي تبقى نظيفه. وهسيبها من 5 ل10 دقايق كده. بعد كده بالمنظر ده علشان لو فيها اي دم او اي حاجه يبقى كده تتنضف كويس. هنا يا حبايبي هنبدا نجهز الخلطه معاكم بتاعت السمك. بسم الله الرحمن الرحيم. كزبره على بقدونس على فصين توم حلوين كده، كتروش عشان هي سمكيه اصلا. قرنين فلفل حلوين برضو. عصير الليمون بتاعنا بسم الله. حبايبي متنسونيش في الشير واللايك والاشتراك، علشان انا والله بتعب كتير معاكم هنا في القناه عشان اوصلكم كل جديد وكل معلومه حلوه. ده الملح بتاعنا اللي احنا جهزناه، اللي هو شطه على كمون على ملح ابيض على توم بودر. هنروح نضربه في الكبه ونرجع بعد كده لحضراتكم. اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده الدقه بتاعتنا الجميله اللذيذه اهي. حبايبي التتبيله بتاعتنا اهيت. هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا نتبل كده السمكه بتاعتنا. طبعا هو في ناس بتعملها صينيه وتدخلها كده في الفرن بقلب مع بطاطس. الجماعه الضمايطه هم اللي بيعملوها كده بالطريقه الضمايطيه. بس احنا طبعا ايه ما بنحبش بصراحه بقى ايه السمك بانواعه ان يبقى داخل معاه صينيه بطاطس والكلام دوت. فاحنا خلينا ايه الفراخ يا جماعه عشان نضيف البطاطس مع السمك يعني. اهو بالمنظر ده زي ما انتم شايفين كده. بصوا ما شاء الله جمال ولون التتبيله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. شايفين ما شاء الله الجمال. حبايبي ما تنسونيش في الشير واللايك والاشتراك، دعموني يا جماعه كتير عشان خاطر ربنا، فضلا وليس امرا. يا ريت كل اللي يشوف قناتي يشترك فيها. انا بحبكم كتير في الله. وبكده يبقى احنا خلصنا السمكية بتاعتنا، وهنروح نسيبها 10 دقايق او ربع ساعه ونبدا نشتغل في الآلية بتاعتها. هنا يا حبايبي هنبدا نبدر السمك اهو معاكم، ونرصه كده على طبق ونخلصه كله المنظر ده. نخلص كل السمك ونروح على الآلية على طول. وانا يا حبايبي حطينا زيت غزير في طاسه، وهننزل بسم الله الرحمن الرحيم نقلي السمك معاكم كده المنظر ده. الله اكبر يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. انا اول مره اجرب السمك ده، بس باين عليه كده من ريحته وجماله تقولوا عليه ايه، زبده جمبري، حاجات جميله كده يعني، ريحته جميله. الله اكبر، مفيش ريحه فيه خالص. والله والله اكني بشوح لحمه ضاني. اهو يا حبايبي طلعت معاكم اول طاسه وتاني طاسه اهو. كل ده بسم الله ما شاء الله اكبر من سمكيه واحده. وادي بقيته وهوت لسه هيكمل آلية. وعملت من ورا الكاميرا كده معاكم شويه رز ابيض، وجهزت طبعا حبه سلطه برضو. ما بحبش اطول عليكم الفيديو يا جماعه، طبعا السلطه عاملينها قبل كده والرز والحاجات ديت، بس انا عايزه والله اقول لكم يا جماعه جمال وطعم وريحه في سمكه الهمبوكه. ولو عايزين تعرفوا سعرها اطلبوا مني في التعليقات الكيلو بكام وبتيجي منين، خاصة ان انا شارية هنا وانا داخل مدينة السادات. هقول لكم مين اللي بينزل بيها وبيجي بيها من رشيد، ويعني اكتبوا لي في التعليقات كده. وادي يا حبايبي السمكة بعد ما خلصناه وقليناه وهنسمي بسم الله كده، هنرصه هنا على طبق فيه مناديل علشان كمية الزبيب بتاعته مثلا. المنظر ده وبكده يا حبايبي. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش تدعموني في اللايكات والشير، واستاهل لايك كتير بصراحة على المنظر الرهيب الرائع دوت. ومع ألف سلامة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.